والله العظيم هضحككم. انا عايزه اقول لكم ان انا لتالت مره بسجل الفيديو ده. كل ما اجي اسجله اقعد اسجل على الفاضي على الفاضي على الفاضي، واقوم اشوف الاقي الموبايل فاصل عشان مفيش مساحه. ف والله كذا مره لغايه ما الحاجه باظت عشان اسجلها، عقبال ما اجي اصورها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنبدا ان شاء الله فيديو جديد ويوم جديد ومشتريات جديده النهارده. طيب تعالوا كده نشوف النهارده هنشوف ايه المشتريات بتاعتنا. بس قبل ما نبدا بحب اشكر كل حبايبي المشتركين معايا في القناه واللي بيعلقوا لي في القناه وبيكتبوا لي كومنتات حلوه، والناس حتى اللي بتعلق لي باي كومنت انا بشكرهم جدا، وكان هم ضيعوا من وقتهم ثانيه او دقيقه علشان يكتبوا لي اي كومنت سواء حلو او بيبقى فيه نقد. بشكركم جدا جدا جدا، ويا رب قناه تكبر بيكم وبكل بكل الناس الحلوه اللي بتشوفني. استاذنكم بس لو سمحتوا، لو انتوا اول مره تشوفوا القناه بتاعتي يا ريت تدوسوا على علامه الاشتراك وتشتركوا معايا وتدوسوا على جرس الكل. ولو انتوا مشتركين معايا فعلا عايزاكم كده تتابعوني على طول وتدوسوا لايك للفيديو وتشوفوا الفيديو من اوله لاخره. تمام؟ طيب مستنيه تعليقاتكم على كل فيديو ومستنيه الفيديوهات بتاعتكم والمشاهدات بتاعتكم. طيب تعالوا بقى كده نشوف ان شاء الله النهارده انا اشتريت ايه. اول حاجه انا كنت بره طبعا زي كعاده زي اي ست كده بتبقى بره وبتروح وهي ماشيه كده بتلقط كام حاجه كده بتلاقي البيت محتاجها مستنياها من السوق من السوبر ماركت، على حسب بقى عطار علاب كده اهو. تعالوا بقى نشوف كده انا جبت ايه. اول حاجه الفلفل الاخضر اهو، جبت معايا فلفل اخضر. طبعا احنا هنا في البيت ما بنستغناش عنه خالص اهو، ما بنستغناش عنه لانه بحطه في كل اكل. طب انا لو سبته كده، بصي انا جايبه كميه كبيره ليه بقى؟ علشان انا هقطعها. الاول طبعا هغسله واشيل العنقود بتاعه ده وارميه واقطعه واحطه زي ما هو كده في الفريزر. تمام؟ ويا اما هاخد شويه منهم واعملهم مع الطماطم واحطهم كده تبقى طماطم بقوطه بتوم جاهزه في الفريزر، لو احتجت اعمل اي حاجه في اي وقت تبقى موجوده. تمام؟ طيب او بخلي كده كم نقلي منه واخلل منه اسلقه، بيبقى ليه استخدامات كتيره بصراحه بدل ما الواحد بيشتري مخلل من بره او حاجه من بره. وانتوا طبعا عارفين وبنعمله دقه، هبقى اوريكم مره معايا الدقه بعملها ازاي. تمام؟ بتعملها دقه حلوه قوي بليمون وتوم وعلى طول كده في السريع بيبقى طعمها حلو قوي. ده بالنسبه للفلفل. طيب عندي كمان جبت دي الطماطم اهي، بس انا بقى فرختها اهي علشان كانت حاططها مني. تمام؟ اهي لان هي مش ناشفه قوي، هي مستويه اهو. تمام؟ دي الطماطم اهي فضيتها لان انا لما جيت من بره قعدت فتره طويله عقبال ما استريحت. طبعا الطماطم يا جماعه عايز يشيل طماطم يشيل بقى اليومين دول. تمام؟ طيب ودي الخضره اهي، معلش بقى كده جبت بس هي مش عارفه دبلت عقبال ما قمت عملت الفيديو، دبلت شويه. على العموم هنضفها دلوقتي وبرده بحطها في الفريزر عشان لو احتجتها في اي وقت. انا جايبه كزبره وجايبه شبت، عشان المره اللي فاتت كنت جايبه بقدونس وشبت، وجايبه كيس لبن بخيره طبعا. انا بحب اللبن السايب بتاع اللبان، بيبقى فيه قشطه كتير والواحد بيغليه وبياخد القشطه بتاعته ممكن يشيلها يعمل بيها اي حاجه. حتى اللبن بتاعه تحس ان هو لبن كده، لكن لبن بخيره برضو بخليه عندي احتياطي لاي ظرف في التلاجة. مره ما حدش قدر ينزل يجيب لبن يبقى هو موجود في التلاجة. ونسيت كمان اقول لكم جبت ازازه زيت اهي كبيره
لان مش عارفه انا الزيت عندي بصراحه بيحصل له ايه. الزيت يعني تقريبا بنشربه مش بنحطه، مش بنقلي بيه. فجبت ازازه زيت كبيره، بخاف الزيت يخلص من عندي في اي وقت، فلازم يبقى عندي زيت. طبعا مفيش بيت بيستغنى عن الزيت. طيب ده بالنسبه لايه؟ للزيت. اللبن اهو، تمام. وجبت كمان عسل، تمام. العسل ده بيقولوا عليه عسل جبلي، هو ده بتاع وزارة الزراعة. انتوا عارفين عربيات وزارة الزراعة اللي بتبقى واقفة كده في الميادين؟ انا جبته منه. هو مش عارفة كان ب80 تقريبا او 90 حاجة كده يعني، في الحدود دي. فانا جبته قلت اجربه عشان انا محتاجة احط منه ايه، واخد منه، عشان يعني بيقول مفيد وكده. انتوا عارفين طبعا بقى الواحد دلوقتي ايه بيدور على اي حاجة مفيدة. طيب جبت ايه كمان؟ جبت بقى الفلفل الالوان اهو. تمام. خدنا منه يعني عقبال ما استريحت وكده، كنا خدنا منه عملنا منه اكل. ده كده كان كيلو 40. تمام. طبعا احنا بنحبه قوي، وممكن بيتاكل كده وتحطيه على السلطه، تحطيه على الاكل، على البيض، على اي حاجه بترمي عليه الفلفل. وبعدين ساعات كده يعني باكله بدل العيش، يعني مثلا يكون حته جبنه ولا حاجه، اقوم قطع مثلا قرن فلفل زي كده واحط عليه الجبنه واكله. تمام. ده بالنسبه للفلفل الالوان. جبت ايه كمان؟ جبت سكر. طبعا يعني دلوقتي السكر موجود يعني بوفرة، فجبت كيس كده وقلت خليه عندي برضو ايه احتياطي. انا عندي بس قلت اجيب تاني يعني زيادة، لان طبعا السحب على السكر بيبقى كتير. جبت ايه كمان هقول لكم؟ طبعا ملح. جبت شطة. هتقولي طب ما انت بصوا كمان جبت نشا. والله العظيم هضحككم. انا عايزه اقول لكم ان انا لتالت مره بسجل الفيديو ده. كل ما اجي اسجله اقعد اسجل على الفاضي على الفاضي على الفاضي، واقوم اشوف الاقي الموبايل فاصل عشان ما فيهوش مساحه. مش عارفه بقى. طب انا هوريكم تاني اهو. ده والله كذا مره لغايه ما الحاجه باظت عشان اسجلها، عقبال ما اجي اصورها. ده دقيق، قصدي نشا. تمام. النشا ديت اهي. طبعا ملمسها بيبقى بيقشعر الجسم كده. في كمان الدقيق اهو. طبعا الدقيق ناعم، فده اللي بيفرق ما بين النشا والدقيق عشان ما تلخبطيش في الاكياس. وجبت بقسماط ناعم، طبعا الواحد ما بيقدرش يستغنى عنه في البيت. جبت كمان كركديه اسواني. الكيلو كان ب200 جنيه. تمام. جبت حبه هم علشان الواحد ضغطه بيعلى في الصيف من الحر، فهعمله ساقع. هعمل الكركديه ساقع كده علشان عشان يقلل الضغط شويه، لاني مش عايزه، ما بحبش يعني بيبسيات والحاجات ديت. فببقى عايزه اشرب مثلا كركديه، تمر هندي، خروب، دوم. الحاجات الطبيعيه دي بتبقى احسن طبعا بكتير، ونعود ولادنا عليها كده، واحنا كمان نتعود عليها. عشان كده كنت جايبه سكر، عشان انتوا عارفين الكركديه بياخد سكر كتير قوي، بيبقى ميزز كده. و مش عارفه اوريكم بقى في الجزء الاول العدس. طبعا عدس الجبه ده كيلو، مش هعمله كله، انا مش هعمله كشري، انا جايباه عشان هعمله اكل حلو قوي. هبقى اوريها لكم وانا بعملها بالثوم كده والقوطه والفلفل والبصل، بيبقى طعمها حلو قوي. وبتغمسيها بالعيش او تاكليها من معلقه كده. العسل ده العدس كله بروتينات، فهيبقى حلو قوي في الاكله ديت، وهتبقى قيمته الغذائيه كانك بتاكلي لحمه او فراخ يعني. في كمان جبت كزبره اهي. كزبره خشنه. انا بقيت يعني مش عارفه اعلق. بقيت بجيب كله
كل التوابل بتاعتي خشنة وانا بطحنها في البيت، بتبقى احلى وريحتها احلى وطعمها، تحسي ان ريحتها فيها كده وتحطيها على الاكل بتدي طعم مختلف خالص غير ما تشتريها من بره ناعمة، تبقى كلها تحسي كلها تراب كده. فيعني حد كان قال لي كده وانا بصراحة انا بجربها، يعني انا بحب لما حد يقول لي حاجة يعني بجربها، بدل يعني شدوا مني. فمرة جبت كده فلفل اسود خشن وطحنته في البيت فلقيت حلو قوي، فبدأت أجيب بقى كل حاجة خشنة، كمون خشن، كزبرة خشنة، واطحن أنا في البيت. بالنسبة بقى للشطة، أنا جبت شطة ناعمة لأن أنا محتاجة شطة، الشطة خلصت وأنا كنت محتاجة شطة يعني ضروري، ولسه مكسلة الصراحة إن أنا أطحن دلوقتي. فإن شاء الله في يوم كده هوت هبقى أجيب كل التوابل بقى وأطحنها مع بعض، كمون وكزبرة وفلفل أسود والفلفل الحامي اللي أنا كنت مجففاه. تمام كده وريتكم كل الحاجة اللي أنا جبتها من العطار ومن السوق ومن السوبر ماركت. كده مفيش حاجة، يا رب كده تكون اشتراياتي عجبتكم. تمام، استناكم بقى كده اهوت واستنى تعليقاتكم في الفيديو. ودي يا جماعة جبنة اسطنبولي، هنتعشى عشاء خفيف بالجبنة وسلطة وبيض وكده، بس للأسف المقطع بتاع العشاء صورته واتمسح. ده كان نهاية الفيديو بتاعنا، وده عيش برضه اشتريناه 6 ب10 جنيه، بس كان طعمه حلو. أشوفكم بقى على خير وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.